السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ودائما بصحه جيده. بغيت نشارك معكم خبيزات ديال القمح كيجيو رائعين بلا ما ندلكو ونديرو شي مجهود اللي هو كبير. بقاو معايا في الفيديو حتى الاخر. وباش ما نطولش عليكم الفيديو كثر، ما ننساوش اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ونبداو مباشره في الوصفه. اول حاجه هنا غنبدا بها، عندي زلافه ونص ديال القمح. انا هنا خليها بالنخاله ديالو. نجي هنا عندي معلقه ديال سنيده، معلقه ديال خميره الخبز، عندي هنا معلقه صغيره ديال الملح. صافي ندوز هنا عندي الماء دافي ونبدا نعجن العجين ديالي عادي. العجينه راه ما كندلكوها مع والو البنات، غير بهذه الطريقه. صافي غنجمعها ونخليها ترتاح واحد 5 ديال الدقائق. ها نتوما هنا من بعد ما ارتاحت ليا واحد شويه ندوز غير بحال هكا. صافي كذلك كنحاول انني نجمعها وهنا نخليها ترتاح مزيان حتى تختمر لينا ويتضاعف الحجم ديالها. هانتوما من بعد ما خمرت ليا ديك العجين ديالنا غندوز نجمعها بهذه الطريقه. نحاول انني ندير شويه الزيت في يديا ونبدا نجمعها بهذه الطريقه. نحاول انني نقطعها خبيزات صغار. انا هنا نشكلها على 4. صافي كيف ما شفتوا معايا عندي هنايا القمح. غنهز اول وحيده نحاول اني نخدمها بهذه الطريقه. صافي غندوز مباشره نحطها في الطاوله. ندوز للثانيه بنفس الطريقه. نحاول نجمع ليا الجوانب ديالها بهذه الطريقه ونخدمها. صافي نستمر هكا تنحطهم كاملين في الطاوله. هانتوما من بعد ما حطيتها في الطاوله غندوز نحاول انني نبسطهم غير واحد شويه. راكم عارفين البنات الزرع اولا القمح ما تيتنفخش بزاف. صافي غير واحد شويه نبسطهم بهذه الطريقه ونغطيهم نخليهم حتى يختمروا مزيان ومن بعد ندخلهم الفران نشعل عليهم غير من تحت حتى يتنفخوا لينا. عاد نهبط نحمرهم من الفوق.
صدقوني البنات راه كيجيو رائعين بزاف. نتمنى انكم تجربوهم. وهانتوما البنات من بعد ما خمرت لينا داك الخبيزات ديالنا صافي غنحاول انني نتقبهم غير هكا بيديا تقيبه صغيره. صافي وغندوز مباشره ندخلهم الفران. وهانتوما البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الخبيزات ديالنا، راه كيجيو ما شاء الله رائعين. كنتمنى انكم تجربوهم، محمرين من الفوق ومن تحت، شوفوا كيفاش دايرين. وانا نقول لكم الا عجبتكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلي لايك والبارطاج، وانا نقول لكم بالصحه والراحه. السلام عليكم، فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.